العواف. النهارده انا جاي اتكلم على موضوع مصر كلها الفتره اللي فاتت اتكلمت فيه، وكانت قلقانه منه قوي، وكانت متضايقه منه قوي، وكانت بتقول ازاي ده حصل. البنت الطفله الصغيره اللي لقوها في المنور، اللي ابوها وامها اللي لا مؤاخذه رموها عشان يتخلصوا منها. بالمناسبه البنت دي جارتي انا، والعماره بالمنور اللي حصل فيه الجريمه دي جيراني هنا اهو جنب مني. وازيدكم من الشعر بيت ده في بيت واحد صاحبي، يعني انا جيت ابص لقيت صاحبي نفسه كاتب الموضوع ده على الفيسبوك، فلما دخلت كلمته حكى لي تفاصيل. بس انا اصلا مش جاي اتكلم في التفاصيل دي، انا جاي اتكلم على فيلم هو السبب في التفاصيل دي. هتقول لي ايه ده يا معلم؟ هقول لك فيلم الهوى سلطان. طب ايه اللي دخل ده جنب ده؟ هقول لك اهو، تابعني يا معلم في الحلقه دي وانا هقول لك. هننزل بالانترو ونخش في الموضوع على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس. في البدايه كده عايز اقول لك حاجه مهمه. 99.9 من الاطباء النفسيين ينصحونا بمتابعتي. ليه؟ عشان انا راجل بحب الضحك والتهريج، وان شاء الله مش هنسيب حد في حاله لغايه ما نجيب حقوقنا. فربنا يستر في الحلقه ديت والقناه ما تتقفلش، وربنا يستر وانا ما اتحبسش. ندخل بقى على الفيلم المثير اللي انا اتفرجت عليه من فتره، وقلت لكم هعمل لكم عليه فيديو. اقسم لكم بالله من حوالي شهرين شفت فيلم الهوى سلطان، والفيلم ما عجبنيش خالص. وجيت ابص لقيت فيه رسائل مسمومه بنت لذينه، فقلت لا يا معلم، انا راجل محترم، انا في الوسط الفني، لكن هقول اللي ليا واللي عليا بما يرضي الله. النهارده ان شاء الله بالليل هعمل فيديو. من ساعتها ما سلمتش، كل ما اجي افكر اعمل فيديو للهوى سلطان الاقي مصايب نازلالي، لحد ما ظهرت المصيبه الكبيره اللي هي جيراني زي ما قلت لكم. البنت الصغيره اللي طلعت بنت ساكنه في البيت، وطبعا بقى التفاصيل ملناش دعوه بيها لان عارف التفاصيل كلها مش هتكلم فيها، مش ده اللي يخصني. بس انت شفت فيلم الهوى سلطان؟ فيلم الهوى سلطان ده فيلم كارثي. لو انت اتفرجت على فيلم الهوى سلطان، او انت اتفرجت على فيلم الهوى سلطان وقاعد بتدمع كده وتقول الله الفيلم ده جامد، الفيلم ده لذيذ، الفيلم ده مس فيا حاجه، يبقى انت راجل لا مؤاخذه انا اسف، يعني انت راجل اهطل او انت بنت هطله، لان الفيلم ده مسموم. وانا المفروض ما اقولش الكلام دوت. انا راجل في الوسط الفني، المفروض اكل عيش زي ما هما بياكلوا وانحت زي ما هما بينحتوا، وما اقولش الكلام دوت واقول لك ده فيلم عظيم، ده فيلم رائع. ولو قلت الكلام الجميل والتطبيل اقسم لكم بالله القناه دي هتتشاف بشكل واسع جدا. اليوتيوب نفسه هيساعد ان القناه تنتشر، وهيرشحها لك لكل الناس اللي بتتفرج. ليه؟ ان انت بتقول كلام بيخدم الخطه السيئه الشيطانيه اللي هم بيدبروا لها. فانا النهارده مش جاي اقول لهم كده. مبدئيا كده قبل اي حاجه، انا مش راجل مثالي وجاي اقول لك لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه قدامه وجاي اهددك. لا بالعكس، انا اسوأ واحد على وجه الارض. بمعنى انا مش جاي أأمرك بالنصيحة، أنا بنصحك بس، مع إن أنا في الوسط الفني. يعني أنت ممكن تسألني سؤال، يعني إيه تنصحني وأنت أصلا في الوسط الفني؟ هقول لك يا معلم، أنا في الوسط الفني، بس أنا من المغضوب عليهم، فقررت إن أعمل القناة دي بما يرضي الله، وهتكلم فيها بما يرضي الله. بس أنا لو جالي فيلم كشغل إن هكتبه بيناقش نفس قضية الهوى سلطان، الله أعلم هوافق ولا لأ. عشان كده بقول لك أنا مش مثالي، بس أنا هنصحك، لكن مش هقول لك رأيي الشخصي في الفيلم بيقول كذا 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 وانت ليك رأي آخر. لا يا معلم، أنا هقول لك جزرة وقطمها جحش. الفيلم ده موجه لفساد المجتمع المصري، ولا مؤاخذة البنات كلها تتقرمط، والبنات كلها يوصل لها في ذهنها أفكار مسمومة. وأنا دلوقتي هقول لك حاجات مهمة جدا لازم تخلي بالك منها. مبدئيا كده وقبل أي حاجة، الفكرة بتاعت المساكنة هم بقالهم كتير جدا بيدقوا عليها. يعني ايه بيدقوا عليها؟ يعني كل فترة يظهرها لك، يعمل لك فلاش عليها، لقطة عليها. بدأت بإيه يا معلم؟ الله ينور عليك، سهر الليالي. جينا نبص نلاقي الكابلز اللي هم مين؟ شريف منير وعلا غانم، كانوا طالعين في الفيلم ايه؟ قاعدين مع بعض من غير جواز، هوبا 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 كله ببلاش. تيجي تبص تلاقي الفيلم بيتكلم في ايه؟ ان انت لو قعدت مع واحده لوحديكم في شقه لوحديكم وتجربوا بعض الموضوع لذيذ، ولو حبينا بعض ولو جربنا بعض وخد ودي بشكل ودي هيبقى الموضوع لذيذ، وبعد كده نتجوز. فتيجي تبص تلاقي الفيلم بيرسم لك القضيه دي في دماغك، انا اسف في الكلمه واسف في اللفظ، بيشخلك في دماغك بفكره مسمومه هتنتهي بحاجه حلوه اللي هي ايه؟
طول ما احنا عايشين مع بعض وجربنا بعض ومرتاحين مع بعض هنتجوز بعض. الله اكبر. فتنتهي الخطه في الحته دي، فانت تشوفها وممكن ما تعلمش معاك قوي بس تتعلم مع غيرك، بس على الاقل هو نشر الفكره لملايين. يمكن يا اخي 1000 بس اقتنعوا بالفكره اللي هو وصلها لملايين، وال1000 دول بدأوا يجربوها، وهو ده اللي هم عايزينه. مش عايزين جواز، عايزينك تعمل كان زمان اسمها معايشه. اجرب واحده واعيش معاها وايه، ولو ارتحنا لبعض يا معلم ممكن نتجوز. واصلا مفيش حاجه بتحصل من دي، وكل ده في الهجايز. فنسكت؟ لا ما نسكتش. يجي يطلع لك نجمه كبيره، نجمه كبيره مش هقول اسمها، بيقولوا لها انت حياتك فيها حاجات غلط. قلت لهم لا مش حاجات غلط ولا حاجه، انا بقول وبعترف ان انا كل فتره بقعد مع راجل شويه فتره معايشه، لو ارتحت له اتجوزنا، ما ارتحتلوش ما اتجوزناش. فالمذيعه تقول لها بس ده حرام. تقول لها هو حرام حرام، انا اهم حاجه اعيش حياتي وانا مضغوط عليا ومع واحد ما بيحبنيش او ما بحبهوش وفي الاخر نتطلق؟ لا، احنا نجرب بعض الاول شويه، بعد كده يحلها الحلال، لو اتجوزنا اتجوزنا، ما اتجوزناش خلاص. فتسالها بقى السؤال اللوزعي، لو بنتك قالت لك انا عايز اعمل معايشه مع شاب هتوافقي ولا لا؟ تقول له اه طبعا اوافق. فاحنا بقى قاعدين هريانين مدريانين، تيجي تبص تلاقي واحده ايه تقول لك لما النجمه دي بتقول ان هي عامله معايشه ومبسوطه وبنتها كمان لو جالها العرض ده هتوافق. طب ما انا بحب الواد زكي عجوه، ما جرب كده عيش معاه، ما الموضوع اهو شفته في فيلم سهر الليالي وفي الاخر الاتنين حبوا بعض واتجوزوا. تبدا الايه الفكره تلعب، ومنهم اللي يروح في السكه دي وما يرجعش، ما يرجعش. انا بقول لكم لوجه الله ما يرجعش. لكن انا كمحمد انا راجل لا مؤاخذه ممكن اعمل معاش. انا هتقول لي ترضاها على اختك ولا؟ اقول لكم لا طبعا ما ارضاش، انا بس اللي اعمل كده، لان انا راجل مش جاي انصحكم زي ما قلت لكم. انا ما بنصحش، انا بقول لك اللي بيدور حواليك عشان تخلي بالك. بس تفتكر ان هم هيسكتوا؟ لا طبعا يا نجم، كل شويه هيفكروك ويديكوا الزنبوخ. فعملوا ايه تاني بقى عشان ايه يقوموا دقين على الحديد؟ بس مش هو سخن، لا بعد فتره قاموا عاملين فيلم ايه بالظبط كده، تمن دستة اشرار. فتيجي تبص تلاقي مين؟ الفنان خالد صالح الله يرحمه طالع مع نيكول سابا، عاملين برضه معايشه وقاعدين مع بعض قد ايه؟ 5 سنين من غير جواز. ويصور لك في الفيلم ان حياتهم جميله والحياه زي الفل، لدرجه ان هم حبوا بعض قوي وهي اللي بتموت فيه وعايزاه يتجوزها، بس هو يقول لها انا كمان بموت فيكي وما اقدرش استغنى عنك، بس ما ينفعش نتجوز. بس في الاخر حكايه الفيلم تنتهي ان هم لازم يتجوزوا. فانت يا بت يا اللي تتفرجي على الفيلم املي دماغك بالفكره، اتنين عايشين مع بعض من غير جواز هيحبوا بعض وفي الاخر يتجوزوا. ابقى قابليني، انا بكلمك بما يرضي الله، ابقى قابليني، ده مش هيحصل. انا بكلمك الصح، لكن الافلام ما بتقولكيش كده. الافلام بتقولك ضيعي، اتبهدلي، عري اهلك، حطي راس ابوكي في الطين. دي الافلام اللي بتقولها لك او الرسائل اللي بتقولها لك. فتيجي تبصي تلاقي كده انت خدتي ايه، لا مؤاخذه انا اسف في الكلمه، فكرتين مسمومتين في فيلمين بخازوقين، بس هما يسكتوا. تيجي تبص تلاقي واحده انا ما اعرفهاش بس هي جامده قوي اهو. بصوا بتقول ايه، ده بوستر لواحده اسمها علياء الكامل، انا ما اعرفهاش اقسم بالله، بس جيت ابص لقيت ايه، طبعا انا قاصص لكم الصوره، خلي بالكم انا جايب الكلام بس هي صورتها ملط، يعني هي صورتها ملط. انا لو جبتها وحطيتها نسبه المشاهدات لا مؤاخذه بقى مش عايز اقول لك بالهبل. البت عليها فخ، قصدي يعني البت يعني البت كويسه تهبل، بس انا طبعا ايه يعني قصيت الصوره وانا قلبي بيتقطع وحطيت لكم الكلام. فتيجي تبصي بقى انت يا جميله يا قمر يا اللي ما تجيش في ربع حلاوتها، انا اسف بس طبعا ده كله نفخ وشد وفلوس بقى من يلا لا مؤاخذه مش عايزين نتكلم. فتيجي تبص تلاقي واحده زي حضرتك بقى ايه، او مش زي حضرتك انت ست محترمه او انت بنت محترمه، واحده تانيه دماغها مهويه تقول لك بص البنات الحلوه عاملين مساكنه اهو. طب ما انا الواد ابراهيم بعجوره هيموت ويتجوزني وانا برضه هموت واتجوزه، بس مش عارفين نتجوز، ما تيجي نسكن مع بعض اسبوع. في الوقت ده بقى يكون ابراهيم بعجوره وعلي عجوه الناس اللي انا بتكلم عليها ديت هم اصلا بيعملوا بيبي في دماغ البنات اللي يعرفوهم عشان يعملوا كده،
عشان هم اصلا حنين عليهم. بس مسافه ما ياخد غرضه ابقى قابليني. فدي افكار مسموعه بنت مش نظيفه، لكن هم لازم يحشروها لكم فيسكتوا. لا ما يسكتوش، يقوموا داخلين على الفيلم الكارثه. الهوى سلطان. نتفرج على الفيلم نلاقي كوارث. قصه الفيلم بتدور على ان اتنين عايشين مع بعض. يا راجل ده لو انت عايش انت ومراتك بس لوحديكم بيبقى تالتكم الشيطان اوقات، ما بالك انت قاعد مع صاحبتك. يا راجل ده انا اصحاب الرجاله بيخافوا يقعدوا معايا لوحدي، اجيب واحده. طب دي فكره؟ لا طبعا مش فكره، لازم يسمموا لك الدنيا. اللي هم ايه؟ اتنين عايشين مع بعض بس ما بيجيبولكش ان هم بيمارسوا الجنس مع بعض قوي، يعني هو ايه؟ جايبها لك بالمحسوس. فانت ايه؟ تقول ما هم عايشين مع بعض عادي، عايشين مع بعض عادي، احنا هنمثل؟ مفيش حاجه اسمها كده. لكن ايه؟ يسيبوا بعض، كل واحد يروح طريق، ده يخطب وهي تتخطب، يجوا يبصوا يلاقوا نفسهم مش قادرين يسيبوا بعض، فيرجعوا لبعض ولازم يتجوزوا. فانت اهو بنملالك دماغك يا بت. صاحب الواد اللي هيموت عليكي، اللي عمال يقولك تعالي الشقه ونقعد مع بعض شويه، كده كده اول ما يدوق هيدلق زي الدهول وهيتجوزك. هم بيقولوا كده في الافلام. بس انت عمرك شفتي واحده، لا مؤاخذه انا اسف، حد ضحك عليها وراح اتجوزها؟ ما بيحصلش. ده اللي انا اقولهولك بما يرضي الله. لكن في الافلام لا يا باشا، ده انت تعيش معاها سنه واتنين وتلاته وتبقى هاريها حب، وفي الاخر قال ايه؟ لازم تتجوزها. هو بس يديك الفكره بتاعت الادمان. عارفين انتوا الادمان، المدمنين في الاول يقولك ايه؟ احلى حاجه يا باشا، ده انت هتعيش عيشه ما حصلتش يا باشا. مع اول شمه بس تحس ان انت ايه؟ قيصر، امبراطور، والدنيا كلها مش سايعاك. فتاخد الايحاء بقى ان انت راجل برنس، مفيش منك ثلاثه زي فيلم كده رضا كده، يعني ثلاثه زيك مش موجودين. فتيجي تبص شمه على شمه، بعد كده يجيبوك من الزباله ميت، ملهاش كلام تاني وملهاش حل تاني. قول لي على حد كان بيشم وفضل يشم واستمر يشم وما جابوهوش من الزباله. ليه؟ لان الفلوس بتروح، ما بقاش معاه فلوس والدنيا بتضلم معاه ويمشي يشحت في الشوارع لغايه ما هوبا هوبا يقوم الزباله. والله انا شخصيا اعرف اتنين كانوا قبل ما يشموا بيمشوا على الارض يقولوا يا ارض تهدي ما عليكي قدي. جه عليهم وقت من الاوقات كانوا بيشحتوا السيجاره من اي حد في الشارع، يقولوا سجاره. كان عنده ابراج وعماير ومولات ومحلات بتاعته في سنتين. مش هقول لك بقى يا مولاي كما خلقتني، لا لا لا، على الاقل يا مولاي كما خلقتني انت نازل ابيض، لا عليك ولا ليك، لا ده بقى ايه؟ شلتي ملتي وعليه فلوس قد كده، يفضل قاعد لغايه ما يقعد جنب الزباله ويموت. اتنين اعرفهم. فهي دي القصه اللي ملهاش حل. انتوا بتتعرضوا لخطه مرعبه بيضحك عليكم بيها. مفيش حاجه اسمها معايشه، مفيش حاجه اسمها نسكن مع بعض كده وخلاص، مفيش حاجه كده. مفيش حد بيطول واحده ويروح يتجوزها. اسالوني انا قاعد في الشارع ليل نهار وعارف كل حاجه. بس انا قلت ايه؟ بما يرضي الله هتكلم معاكم على الافلام دي. الافلام دي سرطان داير في البيوت كلها. واجي ابص الاقي البنات العبيطه مدمعه كده وهم عاملين ريلز على الفيسبوك ومشغلين اغنيه انا من غيرك ماليش حاجات كده، يعني مش فاهم بعضهم ايه، هو في ايه؟ الاقي البت عامله مشغله الاغنيه، ايه يا جدعان؟ اجي ابص الاقي تقول لك ايه؟ اللي ما شافش فيلم الهوى سلطان فاتوا كتير قوي. دي حاله من حاله ايه يا شيخ؟ الله يسامحك، روح اكشفي على دماغي يكون عندك صباع ولا حاجه وجايه تقرفينا. طب انت شفت الفيلم؟ عجبك الفيلم؟ طب عجبك الفيلم من اي ناحيه؟ هم دلوقتي ضحكوا عليكي ليفوكي، ولا انت اصلا حابه الموضوع نفسك تعيشي مع حد انت بتحبيه وبعد كده تتجوزوا؟ دي تبقى مصيبه. لكن لو انت عايشه الحاله بهبل ومش فاهمه حاجه وعايشه دور الرومانسيه وان انت بتحبي الواد حماده وبتاع، هنجيبك من محكمه الاسره. والله العظيم لا هنجيبك من محكمه الاسره قريب ونيجي نصور معاكي ونسجل معاكي. مفيش الكلام دوت. انا بنصحكم بما يرضي الله، لكن انا زفت الزفوت. عشان بس ما حدش يقول لك انت جاي تقول لنا عامل لنا فيها ان انت الراجل المصلح الاجتماعي. بالعكس خالص، بالعكس خالص. والله انا عامل القناه دي عشان انتقم من الناس في الفن. انا اكتر واحد اتاذى في حياته في الفن، فانا منتقم منهم بما يرضي الله. بمعنى ان انا بنصحك بما يرضي الله، لكن انا لو جالي فيلم زي ده عشان اكتبه وما بكلمكوش كلام في الهجايز ومش هبقى عريضه زي ما بيقولوا، انا من احسن السيناريستات في مصر.
بس انا مغضوب عليا، محدش بيخليني اكتب حاجه. ليه؟ لاني بعمل كده. شفتوا انتوا اللي بقوله لكم ده؟ والله العظيم بقوله لهم. انا كان في شركه انتاج كانت عامله مسلسل مكسر الدنيا، مكسر الدنيا، وكانوا قاعدين معايا عشان اعمل لهم مسلسل تاليفي. قلت لهم مين اللي قال لكم ان المسلسل بتاعكم الاولاني ده مكسر الدنيا؟ ده مسلسل عبيط. قالوا لي ايه مسلسل عبيط يا عم؟ ده كان مكسر مصر كلها. قلت له عشان مصر كلها ما بتفهمش، انا الوحيد اللي بفهم. قالوا لي انت بتفهم ومصر كلها ما بتفهمش والخليج كله ما بيفهمش. قلت له ما بيفهموش سيناريو، انتوا كاتبين مسلسل غلط، كاتبينه غلط. تعالى يا معلم، كاتبه غلط من ناحيه تك 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 تك، بقوا قاعدين قدامي اقسم بالله عامل كده. لا بس هو المشاهد مش هياخد باله من الحاجات دي. قلت له يبقى تسكت. زي ما قلت لك كده، انت بتقول حاجات او صورت حاجات كلها غلط في السيناريو. السيناريو مكتوب غلط، دراميا مكتوب غلط، والمسلسل عدى والمسلسل نجح بسبب اللجان بتاعتكم. اصلا فاهم كل حاجه بقى، بسبب اللجان بتاعتكم اللي دفعت لهم ملايين عشان يبقى ترند رقم 1 في مصر، وبسبب ان الناس يعني غلابه مش فاهمه. وقلت لهم كده باللفظ، انتوا بتحشوا منبار للجعانين، الناس مش فاهمه حاجه. لكن لما تيجي تكلمنا في سيناريو وحوار وقواعد سيناريو وحوار وسياق درامي للمسلسل، اقول لك ستوب، تعالى انت عملت غلطه 1 2 3. لدرجه ان انا قاعد معاهم بقول لهم في غلطه لان انتوا قلتوا في بنك ايه ومش بنك ايه وبتاع، والموضوع ده غلط. قالوا لي لا الموضوع ده مش غلط. قمت مكلم واحد صاحبي مدير بنك قدامهم، قلت له بقول لك ايه يا ريس، حصل كذا 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 كذا، الموضوع ده صح ولا غلط؟ قال لا طبعا غلط، ما ينفعش، ده الحسابين يتقفلوا ونجيبهم ونستدعيهم، من اين لك هذا، ونجيبهم في نفس اليوم، وده يعرف وده يعرف. انتوا طول المسلسل عمالين تقولوا ده حط له فلوس في البنك وده حط له مش عارف كام في مليون في البنك وده كله في الهجايز. ما ينفعش اصلا. قعدتهم قدام مني والله العظيم يشربوا شاي وشيشه، اللي هو بيشربها كده، قوم باين على ابو شكلك بقى، قوم بقى غسلتنا بقى، قوم بقى بهدلتنا بقى. وبعد ما مشيت وكان معايا ميعاد معاهم ان اكتب لهم مسلسل لنجم كبير، لغوا الكلام. قالوا لي لا مش هتشتغل معانا. ليه؟ عشان انت راجل بتشلف. قلت لهم يا جدعان ما بشلفش، ده انا بوضح لكم. قام واحد بقى صاحبي، يعني هو ايه، هو عارفني كويس، قال لي انت عندك عيب، انت ليه ما بتنحتش زي ام الناس؟ قلت له يا عم ما بحبش انحت، انا انحت ايه وزفت ايه، انا احب اشتغل بما يرضي الله. قال لي بس يلا عمرك ما هتشتغل. فقلت لا انا بمزاجي بقى، انا على القناه ديت هقول اللي انا عايزه. يعني احنا ان شاء الله رمضان جاي اهو، هنتفرج على بلاعات هتتفتح علينا، وانا الفتره اللي جايه فاضلكم وهكلمكم على مسلسل واقول لكم الغلطات فين. وانت ان شاء الله بعون الله بعد ما تشترك معايا وتفعل الجرس وهتتابعني ان شاء الله، هتلاقيني بكلمك كلام صح جدا في كل مسلسل اشوفه. والمسلسل اللي عداني انت ممكن تشاور لي عليه، تقول لي شوف المسلسل ده كده وقول لي ايه رايك، فهجيب لك نقط محدش الحمد لله بياخد باله منها. ليه؟ العبد لله، دارس تمثيل طالع فيه الاول، دارس سيناريو طالع فيه الاول، دارس اخراج طالع فيه الاول، والحمد لله في كليه اعلام طالع بمجموع محترم وترتيب محترم تاهلني ان ابقى واجهه اعلاميه. بس الحمد لله رب العالمين، انا راجل ابويا غلبان وام الله يرحمها غلبانه، وما ينفعش اشتغل عشان الناس دي بتلحق، بس انا قاعد لهم. فبما يرضي الله اوعى تتفرج على الافلام دي. وعايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا في فيلم الهوى سلطان. في واحد صاحبهم كان رايح يخطب، شوف انت المشهد ده، يعني ايه يتجوز بما يرضي الله على سنه الله ورسوله. شفتوا البنتين التوينز اللي كانوا لابسين لا مؤاخذه البرانيت الالوان او الشعر الالوان؟ الالوان ده ايه؟ ايوه اللي هو بتاعهم. فاذا انت بتتكلم ان الفيلم ده في منظومه كبيره، وخلي بالكم من حاجه، مش ده بس اللي ظهر، اقسم بالله العظيم الالوان ظاهره في الفيلم في حاجات كتير قوي. ده في اباجوره كانت قايده على جنبي كده عباره عن الوان كده. الله هو في ايه يا جدعان؟ ده كله اعلان للشذوذ ده ولا ايه؟ فتيجي تبص تحس ان ايه، في منظومه بتصرف على الموضوع ده هنا. فخلي بالك، انا بنصحك. لكن انا زي الفل، انا اقعد اتفرج واعمل، ولو في معايشه كمان ممكن اعيش، بس هخش النار وهيطلع ميتين اللي جابوني، لان انا بعمل حاجات تغضب ربنا. تغضب ربنا؟ تغضب ربنا. حرام؟ حرام. اعملها؟ كنت ممكن اعملها، بس دلوقتي الحمد لله ربنا هداني يعني. بس انا مش مثالي، انا مش جاي انصحك، انا جاي افهمك، انا جاي انبهك. شوف بقى اللي انت عايزه. وكلامي كله موجه للبنات، خلي بالكم انتوا بقيتوا جامدين قوي وبتتشقطوا بسرعه ودماغكم خفيفه والموضوع صعب. فخلي بالكم، اوعوا الافلام دي تاكل دماغكم وتسيطر عليكم. انا بقول لكم بما يرضي الله. عايز بقى حضرتك تنورني ان شاء الله وتشترك في القناه وتفعل الجرس على راسي. مش عايز تشترك او مش عايزه تشتركي ومتضايقه قوي من كلامي اللي انا قلته لك، براحتك،
بس صدقيني هتيجي بعدين ندمانه ان انت ما اشتركتيش عندي من زمان. زي ما قلت لكم اهو، لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتتابعوني. انا هسلخهم من كبيرهم لصغيرهم ومش هسيب حد، كله بما يرضي الله. ورمضان جاي بقى والشغل ايه هيبقى للركب. مش هطول عليكم بقى اقول لا طول، فهسيبكم دلوقتي، بس محدش يتفرج على الافلام دي والنوعيه دي تخلي بالكم منها. سلام عليكم.